لو عندكم اي رول كرتون بالشكل ده، سواء رول كرتون اللي هو في البكر بتاع المناديل او في الفويل او اي حاجة، اوعوا ترموه. تعالوا نشوف هنعمل بيه النهاردة. فكرة هتكون مفيدة وجميلة جدا. وتعالوا نبدأ نشوف هنعمل بيها ايه. الاول انا خدت 16 سنتي او 17 سنتي بالظبط، 17 سنتي، وهقص الباقي. انا اللي هحتاجه هم 17 سنتي دول، والجزء اللي انا هشيله طبعا هحتاجه في فكرة جديدة فمش هرميه يعني. اول حاجة هفك كده بحيث ان انا يبقى معايا الجزء اللي انا هستخدمه بس. ما ننساش بقى لو مش مشتركين في القناة نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. ورأيكم طبعا يهمني جدا، فاكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولايك وشير علشان اصحابنا يشوفوا نفس الافكار دي. دلوقتي جه وقت الشغل بقى بالكرتونة. انا كان عندي كرتونة قديمة فحبيت طبعا استغلها. هاخد نفس مقاس الرول اللي هو 17 سنتي، او اقل بنص سنتي بالظبط علشان ما يبقاش يعني كبير عليها، لان انا لما هاجي اثبتها هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه. وهرسم بس نص دايرة كده بايدي او بالبرجل، مش هتفرق، ما اهم حاجة تكون مظبوطة وخلاص. وهبدأ اقص كده النص دايرة اللي انا رسمتها دي بالشكل ده كده. تمام. هبدأ اسويها وهعمل منها اهو اي اجزاء مش مستوية او مش منتظمة بشيلها كده بالمقص كده. تمام. هبدأ اقص بنفس الطريقة، هرسم عليها برضو هستخدم اللي انا قصيتها دي، وهرسم نص دايرة بنفس الشكل عشان تكون كمان بنفس حجمها. وهقص تاني بالمقص. الفكرة هتكون سهلة خالص وبسيطة. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا النتيجة هتطلع ايه، وان شاء الله النتيجة هتكون جميلة وهتعجبكم قوي كده. تمام. سويتهم ببعض عشان لو في اي جزء مش منتظم يبقوا لازم الاتنين يكونوا قد بعض. وهنا بمسدس الشمع وهثبتهم في بعض كده. تمام. بعد كده قصيت بنفس الطريقة اكتر من نص دايرة، واستخدمت طبعا نص الدايرة اللي انا عملتها في الاول عشان اقص نفس الحجم ونفس الشكل كده. تمام. زي ما انتم شايفين عملت اكتر من واحدة، لان هي الفكرة كلها هتعتمد على الكرتون والنص دواير اللي انا بعملها دي. بعد كده قصيتهم كده وهثبت بقى كل اتنين مع بعض زي ما عملت في الاولانية. كل اتنين هثبتهم مع بعض بالشكل ده. هستمر بنفس الطريقة، كل قطعتين هثبتهم مع بعض. ولو في اي كتابة طبعا بخليها من جوه عشان الجزء اللي من بره ده انا عايزاه يبقى هو بلون الكرتونة بس، ما يظهرش فيه اي كتابات ولا اي الوان تانية كده. تمام. كملت بقى بنفس الطريقة. بعد كده هبدأ اثبت بقى اللي انا عملته ده في الرول اللي انا قصيته في الاول خالص. هبدأ اعمل الاول كل اتنين قصاد بعض بحيث ان انا على قد ما اقدر ابدأ اخلي المسافات ما بينهم متساوية كده. تمام. هبدأ بقى اثبت انصاص الدواير دي
على الرول بشكل منتظم كده تمام. ممكن طبعا كمان نستخدم الغيرة، بس انا بحب استخدم مسدس الشمع لان هو بصراحة يعني بيسعفني في الوقت، لانه بينشف بمنتهى السرعة يعني. كده تمام. هبدأ بقى اي جزء لسه مش متثبت عليه كرتونة هثبته على الرول لحد ما هيكون كل الرول متغطي بالكرتون. كده تمام. وزي ما عملت هنا هكمل بنفس الطريقة لحد ما الرول كله يتغطى. ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات لما تشوفوا الفيديو للآخر وتشوفوا نتيجته اللي بإذن الله هتعجبكم. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما ننساش بقى اللايك والشير عشان أصحابنا برضو يشوفوا نفس الأفكار دي لو بتعجبكم يعني، وإن شاء الله تكون بتعجبكم. كده كملت بنفس الطريقة، وده بقى شكلها النهائي. بصوا انا حطيت فيها بقى الزرع بالشكل ده واستخدمتها كفازة. مستنية رأيكم في الكومنتات، ويا رب الفكرة تكون عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.